وجعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بمعنى أنه هذا الرزق ساق الله لي وهو من الله، وأنا موظفه فيما أراد الله سبحانه وتعالى. حصل لك الشكر، ما دام حصل لك الشكر الآن لازم ترتقي، لازم ترتقي. ايش بعد الارتقاء؟ وفي السماء رزقكم. ناخذ ببعد المطر فقط المسألة. يعني لاحظوا الرجل اللي سمع صوتا في السحاب يقول اسقى حديقة فلان، مش في حديث. ايش معنى؟ ايش معنى فلان من الناس؟ يعني ما دام انت البعد الارضي فهمته صح، شكرت الله عليه، الله ما مش غاوي نكد، ما ينفع الله بعذابكم ان شكرتم، لئن شكرتم لازيدنك. فيحصل هذا الارتقاء، يعمل لك قانون خاص لك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسندت الأمر لله وتحدثت بنعمة الله. الآن يظهر بعد الرزق من السماء والأرض. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم. ما قالش هل من رازق، من خالق. أنت مسلم بوحدانية الله في الخلق. أيوة، سلم بوحدانية الله في الرزق. الله أكبر. بمعنى ما حش قادر يأخذ مثقال ذرة من رزقي ولا يضيف مثقال ذرة من رزقي. انتهى الموضوع. قال لا إله إلا هو فأنا تؤفكون اللي ما وحدتمش. هذا بعد ثالث له، نجحت فيه. أيوة، خذ البعد الرابع. قل من يرزقكم من السماوات. ولا من السماء؟ لا، من السماوات. من السماوات والأرض. قل الله. أن تقول، لأنه هذه قضية العقول مستقبليش. قل الله وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال. والله خبر يشلنا ولا خلونا. حلو، فهمنا. الآن الرزق اللدني، رزقا من لدنا. والرزق اللدني كما رأينا في مثال زكريا عليه السلام مسألة خارجة عن احتساب العقل خالصة. طيب باقي. أيوة باقي. إيش باقي؟ رزقا من عندنا. والله يلطم الرجال كلهم يضرب لهم مثل مريم بنت عمران. أكيد الله لما ضرب لنا مريم بنت عمران مثل مشان إحنا نحبل مثله. يقول لك شوف لها فين الصلاة. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني ما هيش مسألة نادرة مرة ولا مرتين، كلما تطبيق مفعل واصل يعني. دائما. يعني تخيل يخطر على باله بس كده خاطر تشوفه جنبه الله. وزكريا مع مقامه يقول له أن لك هذا. طيب وتقول له بكل هدوء هو من عند الله، عندك مشكلة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك. هب لي. فتشوف انه المسألة ايضا حتى الطلب هب لي من لدنك، من لدنك، خارج نطاق الاسباب يعني. فاحنا تحصل اللي يقول لك لا الاسباب لا تتعبوش، خلوا عند الاسباب حق. واحد يقول لك انا مش اشتغلش الله شو يرزقنا، ما عليك منه، خلوهم تقول ايش دخلك. وهو ما يشغلش كذا الا والمسألة عنده. فتشوف انه في مقامات، يعني في مقامات لازم نعتبرها. والغيب شغال. يعني لو اخذنا بس مساحة الغيب في اطار الاربعة الانفراد بس، تصور كل واحد مننا معه شيطان قرين واثنين ملائكة اللي يكتبوا الحسنات والسيئات، ويعلم الله كم حضروا الآن ملائكة يسمعوا الخبر. شوف مساحة الغيب للشهادة. الله. تكاد تكون عالم الشهادة مش حاجة. صحيح. شكر الله لكم شيخ.